لا انا ما بدخنش والحمد لله. بس الموضوع بتاعنا له علاقه بالتدخين. الدخان كان زمان بيستخدموه كماده حافظه. بيستخدموه كماده حافظه ازاي يعني؟ هم زمان من 10,000 سنه كان جم بدايه اكتشاف النار. لما جم اكتشفوا النار لقوا ان اللحمه اللي جنب النار ماشي المدخنه شويتين ديت او الشيطه ساعتها ماشي كانت بتقعد فتره طويله عن اللحمه اللي مركونه بره، وده احنا عارفين يمكن خدت سن التشويه او خدت حاجه تانية. فده كان بداية معرفة إن الدخان بيقدر يحافظ على مين؟ على جودة الأطعمة وصلاحية الأطعمة أو كأنه مادة حافظة. علميا طلع الدخان ده اللي بيوصل للأطعمة بيكون شوية مواد ماشي علشان خاطر يحافظ بقى على الأطعمة. منهم إيه بقى؟ الفينولايت أو الفورمالدهيد اللي إحنا عارفينه كلنا، والأحماض العضوية. وصلنا للحضارة المصرية القديمة في المقابر والنقوش اللي في قلب المقابر المصرية القديمة كان في موجود على الجدران نقوش بتدل اللي هم بيستخدموا الدخان والتمليح علشان خاطر يحافظوا على الأسماك واللحوم. وصلنا بعد كده لحد الإغريق ابتدى الدنيا عندهم تتطور شويتين. عملوا في قلب البيت عندهم حاجة اسمها الهاوس، سموك هاوس. السموك هاوس ديت كانت عباره عن غرفه موجوده في قلب البيت بيدخنوا فيها الاطعمه عشان يقدروا يحافظوا عليها شويتين، والدنيا مشيت على كده. بعد شويتين وصلنا للعصور الوسطى ماشي، فابتدوا يستخدموا من بقى التدخين بدل للتبريد. بالنسبه للمجتمعات الفقيره اللي موجوده عندهم كان حتى ساعتها في كل بيت موجود برضو فيه غرفه للدخان مش غرفه للتبريد. في القرن ال19 كانت العمليه بالنسبه لهم كانوا بيستخدموا التدخين والتمليح بدل التبريد بالنسبه لهم برضو لحد القرن ال19. وبعد كده ابتدى نكتشف الثلاجات. بس لحد دلوقتي في ناس بتدخن، فهل تعتقد ان هم كده بيحافظوا على جثتهم؟ بيحافظوا على صلاحيه جثتهم. لا بلاش. بيحافظوا على ايه؟ بيحافظوا على اي حاجه تانية هم اكيد ما بيحافظوش. ده تمام وخلصنا منها. ودلوقتي بعد اكتشاف الثلاجات وحال الثلاجات اللي بقى موجود في كل بيت تقريبا وانتشر في العالم كله، لكن بقى في حاجه تانية احسن بكتير. الناس لحد دلوقتي متمسكين برضو بالدخان، بس دلوقتي ما عادوش بيدخنوا، بقى بيجيبوا ريحه الدخان بس. بيجيبوا غرفه يزودوا فيها الدخان على الاخر، وبعد كده بيقطروا الدخان ده بيخلوه ماده سائله، وبعد كده بيرشوه على الاطعمه بتاعتهم. او حضرتك في قلب البيت بتعمل ايه؟ بتجيب ورقه فويل، تروح حاطه على ورقه الفويل ديت حته فحمايه والعه، تدلق عليها شويه زيت، تطلع شويه دخان، تقفل عليها بالغطا، تدخن وتنزل على الاكل كله. بقيت عامله بالنسبه لي كده الاكل مدخن وريحته دخان. احب اقول لك بالف انا وشفا، مفيش مشكله والله، بالف انا وشفا، وربنا يوسع علينا وعليكم وعلى الناس كلها. اقول لكم الفيديو خلص، لو تقدر شير في الخير، لو تقدر مش هتقدر مش مشكله. يلا السلام عليكم، اشوفكم في فيديو جديد. لو الماده العلميه حلوه انا بتعب فيها قولوا لي. السلام عليكم.